من الأمور المهمة التي يغفل عنها كثير من المسلمين ولا تكن منهم الاحتساب، وهو طلب الأجر والثواب من الله عز وجل بالكسب، والاحتساب في النفقة. هل يوجد شخص لا يتكسب أو يوجد شخص لا ينفق؟ كلا، ولذلك احتسب في كسبك، احتسب في نفقتك. ولهذا قال الإمام ابن المبارك رحمه الله تعالى: خصلتان حرمهما الناس، الاحتساب في الكسب والاحتساب في النفقة. ومن أعظم ما ينبغي أن تحتسب ثوابه عند الله عز وجل النفقة على الزوجة، والنفقة على الأولاد، والنفقة على الوالدين. قال عليه الصلاة والسلام: إنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها حتى ما تضع في ثمرأتك. وقال عليه الصلاة والسلام: إذا أنفق المسلم على أهله نفقة يحتسبها كانت له صدقة. قال الله تعالى: لينفق ذو سعة من سعته. فلهذا احتسب في كسبك، في وظيفتك، في عملك، في تجارتك، واحتسب في إنفاقك، تؤجر من الوجهين وأنت على ثواب عظيم وأجر جزيل، فإياك أن يضيع عليك أيها الحبيب المبارك.